السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم فيديو جديد معايا. اليوم كنقترح عليكم هاد الحرشة ديال السميد، اولا نقدروا نقولوا ليها فطيرة ديال السميد اولا البسبوسة. كل وحده تختار ليها الاسم اللي يعجبها، المهم انها كتجي غزاله رطبه وخفيفه ومعلكه. كنصحكم باش تجربوها، وانا اكيده الا جربتوها غادي تعجبكم واكثر. الى عجبكم الفيديو دعموه بلي لايك ديالكم، ومرحبا باي طلب، اي سؤال واي نصيحه او حتى اي انتقاد بناء، كلشي خليو ليا في خانه التعليقات. بلا ما نكثر عليكم نطول عليكم كثار، ندوزو باش نتعرفوا على وصفتنا اليوم. غنبدا معكم بالمقادير والطريقه في نفس الوقت. اول حاجه بسم الله وعلى بركه الله، غادي نجيب 2 بيضات نديرهم هكا بواحد الاناء. كنزيد عليهم قبيصه ديال الملحه، وكنزيد واحد الساشي ديال الفاني. ممكن تعوضوه بقشور ديال البرتقال ولا القشور ديال الليمون الحامض، حتى هما كيتواتاو بزاف مع هاد البسبوسه اولا هاد الحرشه. كنزيد نص كاس ديال السكر سنيده، وواحد الياغورت من الاحسن يكون بالنكهه ديال الفاني. بالمناسبه شكرا للناس اللي سولوا فيا ولاحظوا الغياب ديالي، شكرا لهم بزاف بزاف. نقول لكم شكرا لكم والله يخليكم عليا. وبالنسبه اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره نتمنى يشتركوا. وكنضيف واحد نص كاس ديال الزيت، القياس ديال الكاس العنبه كما دائما، يعني هو القياس المعتمد عند الاغلبيه. صافي هنا كنطرب هاد المكونات هادو مزيان. غادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الحليب حتى نحس بهذا الخليط هذا نساجم مزيان. وكنضيف كاس ديال الحليب، هنايا من بعد ما الخليط نساجم مع بعضياتو كنحطو داك الحبيبات ديال السكر سنيده. صافي مابقاوش ظاهرين في الخليط. كندير الكاس الاول ديال السميده وكنزيد الكاس الثاني، كذلك كنضيف كيس ديال الخميره الكيماويه من فئه 16 غرام. الا كان عندكم ديال 8 غرام ولا 7 غرام غادي ديروا منهم 2 بالتاكيد. كنحرك الخليط هكا مزيان. كما كنعرفوا السميده كتشرب، نحاولوا غير نخلطوا هكا المكونات، نكونوا في الاول دهنا المول ديالنا بالزبده ورشيناه بالسميده باش ما كيشربش لينا هذا الخليط هذا كيعقادش. غادي نزيد دابا غير واحد نص كاس ديال الكوك، وكنضيف نص كاس ديال الكوك للخليط. هذا الكوك كيتواتى بزاف مع السميده، كيجي واحد المذاق رائع. هنا راني سخنت الفران على درجه الحراره 180. بالنسبه للناس اللي بغاو يطيبوها في الفرن الغازي النار تكون مهيله بحال الشكل ديال الكيك.
هذا هو المول اللي غادي نستعمل. انا سبق ليا وكما قلت لكم رشيته دهنته اولا بالزبده ورشيته بالدقيق. دابا غادي نفرغ في هذا الخليط وندخلها طيب، ونتلاقاو نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش غادي تجي ان شاء الله. ها هي هنايا من بعد ما خرجتها من الفران غادي نحضر ليها القطر اولا السيرو باش غادي نسقيها، اللي غادي ندير فيه كاس لاروب ديال الماء مع ثلث الكاس ديال السكر سنيده. بغيتو ديروا نص كاس ديروا، الحلاوه كتبقى اختياريه. انا غير بغيت نقص شويه ما تجينيش حلوه بزاف، على درت غير ثلث الكاس مع كاس لاروب ديال الماء وكيس ديال الفانيلا. غادي نخلي هاد السيرو يغلي فوق النار بين 5 دقائق حتى ل6. من بعد غادي نسقي به هاد البسبوسه اللي حضرت معاكم. ها هو السيرو اللي حضرت. دابا غادي نسقي به البسبوسه. بردت واحد شويه بما انها حتى هي راها ما بقاتش سخونه 100%. نسقي ليها هكا الوجه ديالها. من بعد غادي ندهنها بشويه ديال المربى ديال المشماش وغادي نزيد عليها الكوك. وكتكون هذه هي وصفتنا لليوم، وصفه ناجحه والصوره كتحكي لكم الروعه ديالها. وكما تبعتوا معايا الفيديو وشاهدتوا ما كتطلبش منا واحد المجهود ولا وقت، كتحضر في وقت اللي هو وجيز، وحتى المكونات ديالها مكونات بسيطه ممكن تكون متواجده في كل بيت. لذا نتمنى انكم تجربوها. هكذا كنكون وصلت للنهايه ديال الفيديو، حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. خليت لكم الراحه ومع السلامه.